ده صبع بقلاوه، موضوع خرج بره السيطره. كميه سكر رهيبه. السلام عليكم، اهلا بيكم مره تانية في عرض اليوم مفتوح. معاكم محمد مجدي اي كي ذا فليكس كينج انستجرام. طولنا الغيبه، بعتذر على القطعه نتيجه ظروف شخصيه، بس راجعين بقوه. البقلاوه التركي ناس كتيره بتحبها وناس كتيره بتسافر مخصوص تركيا عشان تاكلها، فيا ترى مين بيعمل بقلاوه تركي لذيذه في الرياض؟ انا استثنيت المطاعم التركي اللي عندها بقلاوه كنوع من انواع الديزرت او الحلا. دي المحلات اللي انا جبت منها دي محلات حلويات تركيه بتعمل بقلاوه، حلوم، كنافه. بس النهارده حلقتنا عن البقلاوه التركيه. يلا بينا نشوف احسن بقلاوه تركيه في الرياض. اول مكان معانا ديار الحلقوم. المكان ده مشهور بالحلقوم، هو محل تركي بس بيعمل كمان البقلاوه التركي. فخلينا نشوف الانواع اللي عنده ونجربها. ده مش اعلان، انا شاري الحاجات دي كلها. طيب هي الباكج حلقوم وبقلاوه تركيه، عنوانه اوكي تقريبا. ده ليه فرعين في الرياض. طيب هو عنده انواع الكيلو ب 80 وعنده نوع واحد الكيلو ب 120، وغالبا دي اللي بيبقى فيها فستق اكتر. زي ما انتم شايفين دي البقلاوه التركي اللي عند ديار الحلقوم. دي الكلاسيك، ودي صوابع جوز تقريبا، ودي تقريبا اسمها الوزير بالفستق. وده النوع اللي هو ب 120 ريال. دي اصابع الاستاشيو او اصابع الفستق اللي هي بتبقى معموله من عجينه فستق ومحشيه. خلينا نجرب الانواع اللي معانا دي واحده واحده ونشوف انهي واحد فيهم ألذ. هنبدا بالكلاسيك. طيب انا شايف ان هي العجينه كتير، في طبقه فستق رفيعه نحيفه جوه كده، بس العجينه اللي فوق مورقه والعجينه تحت مضغوطه. خلينا ندوق. بسم الله. طعمها مش بقلاوه تركي، طعمها بقلاوه عاديه خالص بالفستق. نسبه الفستق فيها ضعيفه جدا. الطبقه اللي فوق، التوريه اللي فوق ناشفه، اللي تحت غرقانه في العسل، يعني حاسسها مش موزونه. خلينا نشوف اللي هي الصوابع دي صوابع محشيه جوز او عين جمل. طعم الجوز مش واضح فيها. دي المفروض جوز، المفروض ملفوفه كده، المفروض جواها جوز وفستق مع بعض. بسم الله. دي طعم البيستاشيو فيها واضح شويه عن الكلاسيك، فدي بالنسبه لي احلى من الكلاسيك. فبالنسبه ان هما الكيلو ب 80 ريال، المبرومه دي بالنسبه لي، المبرومه العريضه هي افضل واحده فيهم. الكلاسيك ما تعتبرش بقلاوه تركيه، بقلاوه عاديه خالص. خلينا ندوق بقى ايه اصابع الفستق الاخضر، هي كلها لونها اخضر. بسم الله. اوكي. دي عجينه البقلاوه نفسها معموله بالفستق ومحشيه فستق. طعمها حلو بس ناشفه شويه، يعني كانت المفروض تبقى متغرقه شيره او عسل بزياده، بس لذيذه. بس 120 ريال انا شايفها كتير عليها. يعني دي ممكن تبقى 190 او 80 شبه الباقي. نروح المكان اللي بعده. المكان التاني معانا كيس كبير قوي اسمه كنافه باكوره وبقلاوه وبوظه. ده محل تركي. هو ده النص كيلو مشكل سبيشيال ب 45، يعني الكيلو ب 90. خلينا بس ايه، هو مشكلته بس ان هو محتاج يشتغل على الباكجينج شويه، ان هو شغال على الستايل القديم اللي هو في اطباق. بس ده الريحه قويه صراحه، والشكل قوي. بسم الله. والاحجام، يعني انا شايف الصوابع الفستق الصبع، يعني صبع كفته مش صبع بقلاوه الصراحه، يعني طريه وهشه وحاسسها متلغمه، وواضح ان هي متلغمه. بسم الله. اوكي. واو. طيب دي محشيه قشطه وفستق كامل وفستق مفروم ومره طريه، يعني بتدوب في البق. دي قويه، كميه نكهات جوه رائعه. طيب نجرب الكلاسيك. طيب هو رشش عليها فستق من فوق. دي الكلاسيك انا شايف طبقه الفستق اللي جوه صغيره، وبرده رقات بقلاوه من فوق وبقلاوه مضغوطه من تحت. اللي فاتت الكلاسيك كانت ناشفه جدا. خلينا نشوف دي انا ماسكها حاسسها طريه في ايدي. نجرب. بسم الله. اوه. لا دي قوية. طعم السمن فيها، الطبقات اللي فوق دي مورقة كده ومخرفشة وطرية في نفس الوقت، واللي تحت مظبوطة. يعني هي نسبة الفستق اللي فيها تعتبر قليلة جدا، بس الطعم اوفرول، طعم السمنة واضح وطعم الشيرة لذيذ فيها. يعني ده صبع بقلاوة، صبع محشي شبه الكرنب. دي اسمها صابع بقلاوة فستق ابيض، يعني عشان هي لونها ابيض، بس انا برضو حاسسها ايه مليانة يعني. نجرب. ده يا اخي الفليفر كانك في تركيا. لا ده ظابط الفليفر ظابطه. جوه محشيه فستق، قطع فستق كامله بلس فستق مفروم، وطبقه البقلاوه من بره خفيفه جدا، يعني انت حاسس انت بتاكل كميات فستق رهيبه. طيب نروح بقى ايه للدمار الشامل ده. بص صبع تخن ايه وطري، يعني طري جدا في ايدي، واضح ان هي طازه يعني. بسم الله. لا دي دمار، دمار مش ممكن. موزونه ومظبوطه، وطعم البيستاشيو فيها عالمي عالمي.
الصراحه نسبه السكر فيهم كلهم مظبوطه جدا، يعني انا اكلت من اكتر من حاجه ما حسيتش نفسي غمت. انت ممكن تقوم بالنص كيلو ده لوحدك لو انت بتحب البقلاوه، فده قوي. نروح اللي بعده ونيجي لاخر واحد معانا، واللي على ما اعتقد او اللي سمعته ان ده اقدم واحد في الرياض، فؤاد اغلو. اكتر واحد عامل براندنج. ده شكل العلبه، ده برضو ليه فرعين في الرياض. ده شكل العلبه. هو عنده ب 120 وب 100، لان هو قال لي النص ب 60 ونص ب 50. فخلينا نبدا باللي هي ب 100 الاول، يعني ده اغلى واحد يعتبر في كل اللي فاتوا. دي شبه الضخمه اللي كانت هناك، بس التانيه كانت محشيه قشطه فستق، ما اعرفش دي هتبقى محشيه قشطه ولا لا. بسم الله. هي مش محشيه قشطه، محشيه فستق بس طريه وهشه، طعمها لذيذ حلو. دي صوابع الفستق الابيض، دي هناك كانت ضخمه شويه. بسم الله. برضو مليانه فستق من جوه، طعمها تركي تركي، بقلاوه تركي تركي. دي بقى المفروض اللي هي الكلاسيك اللي انا شايفه هنا مقارنه بالباقي. دي اكتر واحده مليانه حشو، ومعموله بطريقه ان اللي تحت زي اللي فوق، يعني مش طبقات هشه من فوق واللي تحت هي المضغوطه. خلينا ندوق ونشوف طعمها عامل ازاي. طعم السمنه واضح. الشيره سكرها زياده شويه، فيعني مسكره، بس هي طعمها خطير الصراحه، ومليانه فستق. يعني دي اكتر واحده في الكلاسيك اللي جربناهم فيها نسبه فستق كبيره، فدي قويه بس مسكره. بحب الحاجات المسكره بزياده. ده النوع اللي بعده اللي هو ب 120 ريال الكيلو. دي واضح ان هي محشيه فستق كتير جدا، لان دي مفتوحه من ناحيتين. خلينا ندوق. اظن سمعت صوت الخرفشه. دي احلى طبعا من اللي فات، من الكلاسيك اللي فاتت، وهي مش مسكره قوي زي الكلاسيك، بس هي ايه، بتتفكك من بعضيها. طيب في بقى الكلاسيك سبيشال، موضوع خرج بره السيطره. كميه سكر رهيبه. دي بقى ايه، شكلها حاجه كده فتره، يعني هي كلاسيك بس يعني متطوره، اخده يعني منشطات يعني من جوه. بص الجزء اللي تحت عامل ازاي، كميه الفستق حاجه يعني رهيبه. بسم الله. مم. مم. هي قريبة من الكلاسيك، بس نسبة الفستق اللي موجود فيها أكتر. بس مشكلتها برضو إن هي حالية بزيادة بالنسبة لي. قد تكون ليك أو لغيرك حلاها مظبوط، بس أنا بالنسبة لي دي حلاها زيادة مقارنة باللي فاتوا. طيب ونروح لآخر نوع معانا، اللي هي صوابع الفستق الأخضر من عند فريد أغلو. سوري أنا الدنيا كمية سكر لخبط معايا الدنيا. هو اسمه فريد أغلو مش فؤاد أغلو. بسم الله. لا لا، دي دمار. دي دمار. دمار. قوية جدا. لا دي عالمية. دي احلى واحده في كل الانواع دي. نلم الليله ونروح التقييم انها خلاص وبس. والله لو انت بتحب البقلاوه التركي، صوابع البقلاوه التركي الخضراء من فريد اغلو. بقيت الانواع انا شايفها عند كنافه باكوره، سكرها مظبوط، طريه بتبوش البق واحجامها كبيره، فلذيذه جدا. دي بالنسبه لي عجبتني. الاثنين دول فيهم طعم البقلاوه التركي بجد. ديار الحلقوم البقلاوه بتاعته حلوه، فده لو قريب منك يعني تقدر تاخد منه. بس الاثنين دول انا شايفهم اقوى صراحه. هو ديار الحلقوم اقوى في الحلقوم اللي هو عندنا في مصر اسمه ملبن. عنده انواع واشكال كتيره ولذيذ، بس البقلاوه عنده ما وصلتش للليفل التركي او اللي في تركيا زي الاثنين دول. فالاثنين دول لازم تجربوهم من الاخر لو بتحب البقلاوه التركي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانشر الفيديو قد ما تقدر على كل السوشيال ميديا. شوفوا المره الجايه مع حلقه جديده وعرض اليوم مفتوح. بيس. بو.